تفتكروا ايه اللي وصلنا من هنا لهنا؟ بداية القصة ان القط ده كان بيعرج، والعرج عنده بقاله شهور، والقط لسه عمره صغير 2 سنين. اتعمل له فحص واشعة في كذا عيادة، وكان دايما بيتقال لصاحبه ان القط ما فيهوش حاجة، لا فيه كسر ولا خلع ولا شرخ. القط شكله بيتدلع يعني، وعمال بياخد مسكنات عشان يمشي كويس، واول ما يبطل المسكن يرجع يعرج تاني. لما جه عندي القط ده تبين بالفحص ان المشكلة موجودة في القلبه، او اللي هو مفصل الكوع يعني. دي اللي طلعت فيها دي اللي بجيب بيها بقى، بشوف بقى اي فراجمنت كده صغيرة اجيبها اخدها معايا. عملت اشعه للمفصل من كذا زاويه وبكذا بوزيشن عشان اشوفه من كل ناحيه. اكتشفت ان القط عنده elbow dysplasia، او يعني خلل في نسيج مفصل الكوع، وده حصل نتيجه ان عنده فراجمنت او شظيه سايبه جوه المفصل. حتى ليها اسم المشكله دي، fragmented choronoid process. حته من الكارتريج جوه حصل فيها التهاب، ومع الوقت والحركه جزء منها ساب من مكانه. فمع حركه القط واللعب والتنطيط، الجزء الصغير السايب ده عمال بيحتك جوه في مكونات المفصل. الاحتكاك ده عمل التهاب، والالتهاب سبب وجع، فالقط ابتدى يعرج، وحتى بقى يخاف يحرك المفصل لا يتوجع. وعلى فكره الفراجمنت السايب جوه ده مش بيتشاف في الاشعه اللي احنا عملناها، احنا بس بنشوف الاثر اللي هو سابه، فبنحتاج ناكد التشخيص ده بان احنا نعمل سي تي، او يعني اشعه مقطعيه. لكن صاحب القط رفض لما عرف تكلفه السي تي، وطلب نعمل العمليه على طول. العملية أهم حاجة فيها التعقيم يكون كويس من أول ما القط داخل غرفة العمليات لحد آخر غرزة. واللي بعمله بقى في العملية إني بفتح لحد المفصل وأدور بالراحة على الفراجمنت اللي ساب جوه ده عشان أشيله. ايه تصحي؟ وبعمل ديبرايتمنت أو حاجة زي التنعيم للتصلب اللي موجود جوه في العظم. وأحيانا بنلاقي فيه كسور مجهرية صغيرة خالص، أو شوية بروز في المفصل نتيجة إن فيه التهاب مزمن. كل ده بنعمه أو بعمل له استئصال جزئي عشان نقلل الاحتكاك جوه المفصل. لا 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 ابتدى يكح خلاص شيلها خلاص امسك بالحاجة خلاص شيل بس خلاص اول ما ابتدى يكح يبقى خلاص حاضر ابوي خلاص حاضر خلاص اوعى يا عم اوعى الناس اللي صح يلا يا سيدي اصحى يا عم نفض ليه؟ بيتنفض. بعد العملية بيقعد عندنا من يوم إلى 3 أيام، بيبقى تحت الملاحظة يعني، وبعدها بيرجع البيت. والعرج اللي كان عنده عشان يختفي بالتدريج هياخد وقت شوية، يعني ممكن خلال 2 شهر، وفي بعض الأحوال 3 شهور. يعني دايما المفصل بيبقى فيه تآكل، فبياخد وقت شوية. ده طلع بيشتم. ده انا بحبك يا عم ربنا يسامحك. بقولك يلا باي باي.